ايه رأيكم نعمل مع بعض النهاردة احلى واطعم والذ واسهل كوكيز هتعملوه للولاد؟ يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا ازاي. في طبق هحط بيضتين، والبيض لازم يكون بره التلاجة. عليهم هحط نص كوباية من السكر، معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما الخليط لونه يفتح معانا والسكر يدوب شوية. تمام، بالشكل ده كده البيض لونه فتح معايا والقوام ارتفع شوية وهو ده المطلوب. بعد كده هحط عليهم نص كوباية من الزيت، وبعدين نقلب تاني ونضيف 2 كوباية ونص من الدقيق. ممكن نضيف الدقيق على مرحلتين او على مرحلة واحدة، مش هتفرق خالص. ونقلب الدقيق مع خليط البيض والسكر كويس لحد ما الدقيق يختفي تماما. وبعدين نبدأ نلمها بإيدينا ونعجنها كويس لحد ما تتشكل عجينة معانا. تمام، بالشكل ده كده، وده قوام العجينة، بيبقى شبه عجينة البسكوت بالظبط. نبدأ ناخد كل قطعة ما بين ايدينا بالشكل ده كده ونبدأ نكورها. يا اما تحطوهم على صينية مدهونة بالزيت، يا اما تحطوه تحتها ورق زبدة بالشكل ده كده. نخلصهم بالشكل ده كده، وبعدين نجيب كوباية ونضغط عليهم بالشكل ده كده. وهنا علشان نعمل مكان للحشو اللي هنحطه، يا اما تمسكوا البسكوتة كده وتعملوا لها تجويف من النص على شكل دايرة. انا اخترت اعمل شكل القلب العسل ده، شكله عسول كده وتحفة قوي. بمربى فراولة او اي مربى عندكم هتحشوا الكوكيز بيها. هندخله الفرن، هياخد من ربع ساعة ل20 دقيقة بالظبط على حرارة 180. اول ما ياخد لون من تحت هنخرجه على طول. ودي طريقة تانية للتشكيل، للي حابب يشكلها بالطريقة دي. هنفرد العجينة بالشكل ده كده، وبأي قطاع عندنا أو أي كوباية بنقطعها بالشكل ده كده. وأول ما طلع من الفرن كان شكله كده ما شاء الله، الله أكبر، شكله يجنن، تحفة بجد، ومفيش أسهل من كده. والولاد اتبسطوا بشكله وطعمه جدا، وريحته وهو في الفرن كانت رهيبة. طعمه لذيذ جدا جدا وهيبسط الولاد جدا وما بياخدش أي وقت خالص. أتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير، وأشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.